يناقش مجلس الأمة في جلسته غدا الثلاثاء عددا من القوانين الشعبية، منها زيادة علاوة الأبناء والقرض الإسكاني للمرأة وبدل الإيجار، سعيا لإقرارها بعد أن ظلت لفترة طويلة رهينة التعطيل والتأجيل، لا سيما أن اقتراحها والمطالبة بإقرارها ليس وليد المرحلة الحالية، حيث سبق وتقدمت بها كل من كتلتي العمل الشعبي والتنمية والإصلاح، إضافة لعدد من النواب في مجالس سابقة أبرزهم الصيفي مبارك الصيفي، لكن الحكومة تسببت في تعطيل إقرارها وعدم الموافقة عليها بحجة كلفتها الباهظة على الميزانية. فهل تسعى الحكومة اليوم لتسجيل إنجازات باسم المجلس الحالي الذي يضم بعض أعضاء اعترضوا في وقت سابق على القوانين ذاتها وكان موقفهم منها مواليا لموقفها؟ وهل تأتي إرادتها في هذا التوقيت بهدف إثبات فشل نهج المقاطعة الذي اعتمدته كتل ونواب سابقون كان لهم فضل اقتراح تلك القوانين والمطالبة بها؟ السؤال الذي يطرح نفسه: ما الذي تغير، القوانين أم الأشخاص؟